في مثل شعبي كلنا عارفينه: اعمل الخير وارميه في البحر. يا ترى بقى انت مع ولا ضد؟ يلا بينا نشوف الموضوع ده. بصوا بقى، الناس اللي فاهمه المثل ده يا اعمل الخير وارميه في البحر، يعني خلاص الخير ده ضاع عليك، طبعا هيرفض المثل ده. ليه؟ لانه منافي للي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بيه لما قال لنا في سوره البقره: بسم الله الرحمن الرحيم: وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. وفي سوره المزمل: بسم الله الرحمن الرحيم: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لنا: المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الناس أنفعهم للناس، يعني ما حدش يقول أعمل الخير في اللي يستحق وما أعملش الخير في التاني، لا، ما حددش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خير الناس أنفعهم للناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ده اللي فاهم المثل إن أنت لو عملت الخير ورميته في البحر يبقى كده ضاع عليك، طبعا هيرفض المثل. إنما بقى التفكير التاني هو إن أنت تعمل الخير وتنساه. يعني ايه تنساه؟ يعني تنسى ان عملته مع الاشخاص ده، لانك لو انت تنتك فاكر الخير اللي عملته مع ده ومع ده ومع ده، هتقع في حاجه من الاتنين، والاتنين اخطر من بعض. اول حاجه ان انت هتبقى منتظر كل شويه لما الشخص ده يعمل معاك حاجه وحشه، هتفتكر الخير لان انت مش راميه، انت حاطه في بالك، حاطه في ذهنك، ومنتظر ان هو يرد لك. حتى لو انت حاولت ان انت تقاوم الحكايه دي، لكن طول ما انت فاكر الخير اللي عملته هتنك متوقع ان الشخص ده يتعامل معاك باسلوب احسن من كده. طيب، والحاجة التانية، ان انت لو انت فاكر الخير اللي عملته هنا وهنا وهنا وصدقات طلعتها وكلام حلو عملته، هتنك تقول: الله، ده انا شاطر اهو، ده انا ما شاء الله عليا عملت وعملت، ده انا كتر خير، ده انا احسن من غيري، وبالتالي تقلل الخير بعد كده اللي انت تعمله لانك انت حطه في بالك. فمن نعمة ربنا علينا انه بيخلينا ننسى حتى الخير اللي احنا بنعمله، علشان الخير ده ربنا اللي هيرد لنا جزاؤه بعد كده، مش العبد. وعشان ما نحطش الموضوع ده في دماغنا ونبتدي نفكر فيه ونفتكر نفسنا بقينا حاجة ونوقف من عمل الخير. فالمثل ده الافضل ان انت تقول: اعمل الخير وارميه، يعني انسى فعلا الخير اللي انت عملته علشان تعمل غيره وغيره. ولا انتوا ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.